بص يا صديقي، احنا كده هنا في غرفة دفن الملك رمسيس الرابع. ده غرفة الدفن اهي. عايز اوريك حاجة بس الأول. الغرف دي اسمها الغرف التي سبقت غرفة الدفن، ودي اللي بيبقى فيها الأساس الجنائزي. غرفة الدفن هنا مثلا على أكتر من 30 متر مثلا، تمام؟ اهي اللي هي باب غرفة الدفن ده، تمام؟ ده غرفة الدفن اهو. غرفة الدفن هنا مثلا على 30-40 مثلا. أما مدخل المقبرة فوق اهو. اللي عطاني العمق هنا هو المباني اللي اتنحتت جوه بمنخفض أكتر من التاني. اهو هنمشي مع واحد وأصوره لك. يعني ده عندك اهو، بعد غرفة الدفن اهي، ماشي؟ ده كان الباب، حلو كده، على مثلا 40-50 متر. طيب مدخل المقبرة اللي دخلني بقى لكل ده هو اللي فوق خالص هناك. يبقى إذا هنا المقصود بعمق الدفن هو مين؟ هو غرفة الدفن، مش المدخل اللي بره، تمام؟ فلما أقول إن عمق غرفة الدفن 100 متر أقصد باب غرفة الدفن. أما لما أقول عمق المدخل المقبرة أو المدخل المؤدي إلى جسم المقبرة من الداخل، فهو بيبقى من على وش الأرض زي ما هو طالع، إحنا طالعين كده، أو بيبقى أقصى عمق ليه تحت في الأرض 3 متر، تمام؟ ده الموضوع كله. طبعا احنا ماشيين اهو، ده اسمه الممر اللي احنا ماشيين فيه. بعد كده هيقابلنا منحدر او الدهليز، تمام؟ بعد كده هيقابلنا بقى الارض الاساسيه من فوق، اساس المدخل نفسه، واللي هو مدخل المقبره، وده اللي احنا بنقول عليه او بنحكي معاكم فيه. اهو بص، اساس الجبل اهو، اهو اساس الجبل اهو، اساسي اهو كده. مدخل ده اسمه مدخل المقبرة، اللي بيبقى على ارتفاع من وش الأرض لأقصى عمق فيه 3 متر، تمام؟ لحد ما يدخلني هنا غرفة الدفن، ممكن تبقى 30-40-50-100-200 على حسب، وده بيبقى على حسب الدهليز والممرات والأشياء اللي اتنحتت جوه نزلتنا بالعمق ده.